الجوار اللي يقدر يصنع لك الفارق تدخله في 10 دقائق وتقول له دير لا ديفيرونس. راني حاب نفهم طريقه تفكير هؤلاء المدربين، سواء فلاديمير بيتكوفيتش، سواء جمال بالماضي، وسواء مجيد بوقرة. صدقني يا بوقرة، ليس هذا هو الاداء ولا التكتيك ولا التغييرات ولا المستوى اللي راح يخليك تحافظ على اللقب تاعك في بطوله كاس العرب. مستوى تعيس امام منتخب سوداني سيطر عليك بالطول والعرض طيله المباراه. هذا المستوى وبهذا التكتيك مستحيل تروح بعيد في بطوله كاس العرب، خاصه وانه هذه المنتخبات اللي راهي داخله البطوله راهي كامل داخله من اجل المنافسه على اللقب او الذهاب بعيدا في المنافسه. جميع المنتخبات الافريقيه المرشحه للقب في هذه البطوله كامل تعثرت باستثناء المغرب الذي فاز على جزر القمر. النقطه الايجابيه الوحيده في هذه المباراه هو خط دفاع المنتخب الوطني، وخاصه ثنائيه بدران وعباده اللي قدموا مستوى ممتاز خلال هذه المباراة، ولولاهم لخرج المنتخب الوطني بخسارة راح تعقد كامل عليه الأمور. أما بالنسبة لخط الوسط هذه الصورة توضح لك كلش، والمنظومة كيفاش كانت تمشي وطريقة اللعب اللي حطها مجيد بوقرة تخلي يلعب طريقة لعب بدون طريقة لعب. ما شفنا حتى حاجة في وسط الميدان. كان فيكتور لكحل الوحيد اللي كان افضل عنصر في وسط الميدان. بندبكة مستوى كان متوسط جدا. ياسين بنزية لا ادري ما الذي كان يفعله في وسط الميدان باستثناء تلك الفرصة التي قطع فيها الكرة ومدها البركان اللي ضيعها. ادم والناس يا ادم والناس، لعبت في اقوى الدوريات الاوروبيه، مدحناك كثيرا، قلنا انك تستحق مكانه في المنتخب الوطني، وفي الاخير في اول مباراة للمنتخب الوطني في بطولة كأس العرب والتي دخلت فيها اساسي، واللي كنا نستناو فيك انت اللي تصنع الفارق في هذه المباراة، تتلقى بطاقة صفراء مجانية. حتى اللي يقوموا بالمراهنات بيقوموش بذلك الاستفزاز وذلك الضرب في منطقة بعيدة عن منطقة مرماك بحوالي 50 متر. فوق ما كان مستواك هزيل في الشوط الأول، ضيعت الكثير من الكرات، لم تكن إيجابي في الملعب، كانت عندك بعض الكرات كنت تقدر تلعبهم دي باس، كنت قادر ما تشتش بالون لدرجة أنه حتى وين تضيعها. في الأخير تتلقى بطاقة حمراء مجانية ساهمت بنسبة 70 إلى 80% في خروج المنتخب الوطني بهذه النتيجة. لو أنك لم تخرج بالبطاقة الحمراء لكنا ربما سنشاهد أمير سعيود في الشوط الثاني تلعب ب 11 لاعب مقابل 11 لاعب يقدر يصنع لك الفرص. ولكن هل يعقل لاعب مثل أمير سعيود يبقى في الدكة يا بوقرة فوق ما همشته في بطولة كأس العرب الأخيرة، وفي الأخير هو اللي جاب لك البطولة تاع كأس العرب في هذه البطولة أيضا، وفي غياب ياسين إبراهيمي خليته دكة. مع الأسف يبدو أن مجيد بوقرة يكن الكثير من الود والصداقة لإسلام سليماني، وإلا لما كان لإسلام سليماني أن يكون في هذه البطولة ولا أن يشارك في هذه المباراة. فوق ما انت خسر ب10 لجوار دخل إسلام سليماني ويوسف عطال. أنا حير كيفاش التخمام تاع مجيد بوقرة عندما قام بهذا التغيير. إسلام سليماني ملي دخل في الدقيقة 60 تقدر تقول ولينا نلعبوا ب9 لجوار ماشي ب10، ولا شيء، ما دار حتى حاجة. تدخل في المهام، تضييع للكرات، حاجة إيجابية في هذه المباراة ما دارها. يا أخي احترم تاريخك، احترم أنك هداف المنتخب الوطني. في مباراة مصر الودية وين كان المنتخب الوطني يلعب ب11 جوار وكنت انت كأساسي ما قدمش الإضافة يا بوقرة، دخلوا في مباراة نتايا منقوص عدديا وتلعب ب10 لجوار. احترم عقولنا يا مجيد بوقرة. انتظرنا كثيرا هذه النسخة من أجل أن نشاهد منتخب وطني يمتعنا مثل ما فعلت في بطولة كأس العرب 2021. في الأخير نفاجأ بهذا المستوى الهزيل. بالنظر لظروف المباراة والمستوى الذي شاهدناه، هذه النقطة تعتبر بمثابة 3 نقاط،